السلام عليكم الأصدقاء ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. في هذا الفيديو غنديروا واحد التحليل بسيط للتشكيله اللي لعب بها وليد الركراكي، وبطبيعه الحال هذه المباراه هذه بالنسبه لينا حنا كمباراه وديه ما عندهاش حتى شي اهميه نهائيا، من غير تراجع واحد شويه في الترتيب، ولكن راه تجريب اللاعبين في هذه المباريات هادو احسن ما ندخلوا في شي بطوله اللي هي مهمه واللقب ديالها مهم وعاد يبدا يجرب في اللاعبين. فالتشكيله الاساسيه راه حنا كنعرفوها وكنعرفوا اللي كيلعب اساسي واللي كيلعب احتياطي. فهاد التشكيله هذه اللي دخل بها وليد الركراكي 4-1-4 في الهجوم، تشكيله هجوميه، وماشي من عادته انه يدخل بهاد التشكيله هذه وبهاد اللاعبين. اول حاجه ما كيلعبش بوخلال وزياش في نفس الوقت، كيلعب يا اما زياش اما بوخلال كجناح ايمن هنا في هذه البلاصه هذه. دابا هنا بوخلال وزياش ما كاينش التفاهم بيناتهم، وبالتالي خلق واحد الارتباك بين اللاعبين. بالنسبه لمالح اللي هو كيرتكب واحد الاخطاء فادحه، ما كانش منسجم مع الادريسي اللي هو بدوره جديد في المنتخب، وما عندوش حتى هو انسجام بينه وبين اللاعبين. فهنا تيكون سفيان بوفال هو اللي كيشد هذا البوست هذا باش كيكون المنتخب في واحد المستوى مزيان. بالنسبه للدفاع ما نهضرش عليه حيت الدفاع هو الرسمي، ولكن الوسط هنا مرابط باش كنعرفوا الاهميه ديال سفيان مرابط. هنا لوزا ما دارش الدور ديال المرابط، حيت لوزا نوعا ما هجومي وهو صانع العاب بحالو بحال زياش في اللعب، عندهم نفس البروفيل. يعني الا كان لوزا خاص زياش ما يكونش، ولا الا كان زياش ما يكونش لوزا. بالنسبه للمرابط تيكون حداه املاح واناحي، فاناحي كيتفاهم مع حكيمي وكيتفاهم مع زياش دابا ما تتفاهمش مع لوزا وما كيتفاهمش مع بوخلال، ما هما متعودينش انهم يلعبوا بعضياتهم. لهذا فالركراكي بدل التشكيله وحاول انه يغير واحد شويه، ربما يلقى واحد النجاعه هجوميه افضل، خصوصا في افريقيا. فكنعرفوا ان بطبيعه الحال الا بغيتي تربح الالقاب خاصك يكون عندك دفاع قوي. حنا بالنسبه للاعب الدفاعي راه كنعرفوا راسنا اننا متفوقين بزاف ملي كيطبق الركراكي التشكيله ديال الدفاع والمرتدات، فاكيد ان المنتخب ديالنا قوي. ولكن هذه المباريات راها مباريات وديه، والهدف من المباريات الوديه الهدف الرئيسي وكنسطر عليها الرئيسي وهو تجريب اللاعبين. عرفوا هذه القضيه هذه، ان الهدف الرئيسي هو تجريب اللاعبين. جنوب افريقيا دخلوا باللاعبين الاساسيين وتشكيله اساسيه كانهم داخلين كيلعبوا مع واحد المنتخب عارفين بانهم غيلعبوا مع الرابع عالميا، فخاصهم يزيروا باش يبانوا قدام الشعب ديالهم ويبينوا المنتخب ديالهم. حنا الهدف ديالنا وهو نلقاو واحد التشكيله اللي هي مناسبه باش نلعبوا ان شاء الله في كاس افريقيا ونديو اللقب. المهم كنتمنى انكم تعلقوا وتشاطروني الراي ديالكم في التعاليق، وما تنساوناش بجيم واشتراك باش دائما يطلعوا لك فيديوهات على المنتخب المغربي. ففي جميع الاحوال خصنا نشجعوا المنتخب المغربي ديالنا، فاكيد انه شرفنا وجاب احسن انجاز افريقي اللي ما قدرتش دوله او منتخب افريقي انه يوصل لنصف نهائي كاس العالم. فالمنتخب ديالنا وصل لهذه المرتبه هذه، هو وصل للرتبه 11 عالميا وحنا كنفتخروا به، ولحد الساعه كنفتخروا بجميع اللاعبين ديالنا اللي تقاتلوا فعلا، تقاتلوا في بطوله اللي هي عالميه. يعني الوقت اللي احتاجيناهم لقيناهم.